السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم علينا وعليكم. كلنا بنستنى رمضان عشان نفرح بأجواءه ولمة العيلة والأكل المميز والحلويات اللي بتملى سفرتنا خصوصا في رمضان. بس في بعض الناس ما بيقدروش يصوموا رمضان بسبب حالتهم الصحية، وفي ناس ما بتقدرش تستمتع برمضان وبأكله بسبب بعض الأمراض. وعشان كده هكون معاكم من راديو انطلاقة في حلقة جديدة يوميا من برنامجكم صحتك في رمضان. معاكم دكتورة غادة عليوة، صيدلي كلينيكي وأم وصانعة محتوى طبي، وهتكلم معاكم كل يوم عن ازاي نصوم رمضان براحة ونستمتع بصيامنا وفطرنا بدون مشاكل صحية. وهنقول نصايح مخصوصة لأصحاب بعض الأمراض نعرف بيها إمتى يصوموا وإمتى الصيام يكون خطر عليهم، وإيه اللي يعملوه عشان يصوموا ويفطروا بأمان. أكيد كلنا بعد صيام النهار بنيجي وقت الفطار وناكل ما لذ وطاب ونديها حلويات، كنافة وقطايف وغيره. بس مين فينا ما تعبش في يوم بعد الفطار وحس بحرقان وحموضة في المعدة نغصت عليه فرحته ولمته وقعدته مع العيلة؟ النهاردة هنعرف ازاي نتغلب على حرقة المعدة وازاي نعالج الحموضة بعد الفطار وفي نهار رمضان. اولا، الحاجات الطبيعية اللي تخلينا نرتاح من الحموضة من الاول وما تجيلناش حموضة: نحاول في الفطار ما ناكلش مقليات ولا مسبك او حر كتير، لان دول اقوى اسباب للحموضة، وبلاش منهم خالص في السحور. وكذلك الحلويات اللي هي رمز من رموز رمضان، نعتدل فيها ما ناكلهاش بكميات كبيرة. تاني حاجة، بلاش نديها بعد الفطار مشروبات غازية بكميات كبيرة، خلوها عصاير أفضل، وكمان نقلل من الشاي والقهوة. تالت نصيحة: كلوا زبادي. الزبادي مفيد جدا وحلو جدا بعد الفطار وبعد السحور، بيرطب المعدة ويهديها، ومليان بالبروبيوتكس المفيدة للجهاز الهضمي كله. رابع نصيحة: طبق سلطة فريش مليان خيار وخس وفلفل بارد هيهدي الدنيا معانا جدا، ومش هيخلينا ناكل كتير، ومنه هنستفاد بالفيتامينات والمعادن والألياف، وكمان المية اللي في الخضار اللي هتهدي معدتنا. خلوا بالكوا هنا أنا قلت فلفل بارد مش فلفل حار، لأن الحار بيزود فرص حدوث حرقة المعدة. خامس حاجة: ما ينفعش أبدا إننا ننام بعد الأكل مباشرة، أو حتى مجرد الاستلقاء على ظهرنا بعد الأكل، لكن لازم على الأقل يكون في فاصل ساعة أو ساعتين بين الأكل والنوم. سادس حاجة: ما ناخدش مسكنات زي الأسبرين والإبوبروفين أو المسكنات الغير استرويدية زي الفولتارين وما شابه إلا لضرورة قصوى بوصف من الدكتور، بأقل جرعات ولأقل مدة. لو حسيت بصداع أو وجع لأي سبب ممكن ناخد باراسيتامول زي البنادول أو الأدول بالستال أو غيرهم. سابع نصيحة، وياريت دي تكون طول الأيام مش بس في رمضان: نمنع التدخين. لو عملنا ده هنرتاح من الحموضة تماما وهنتجنب حدوثها من الأصل. طيب ايه الأدوية بقى اللي ممكن تفيدنا لو جات لنا حموضة أو بنعاني منها فعليا لسبب مرضي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. ما تروحوش بعيد، هنرجع لكم بسرعة. وتقدروا تبعتوا لنا آرائكم واستفساراتكم عن طريق الرسائل أو الكومنتات على صفحة راديو انطلاقة. أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو انطلاقة، ومعاكم من جديد دكتورة غادة علوة وبرنامجكم صحتك في رمضان اللي بتسمعوه كل يوم الساعة 4 مساء. وموضوعنا النهاردة عن الحموضة اللي بيعاني منها معظمنا بعد الفطار أو السحور. وعرفنا قبل الفاصل ازاي نتجنب حدوث الحموضة طبيعيا بنصايح بسيطة. طيب لو جالنا حموضة بقى فعليا بعد الفطار هنعمل ايه؟ لو حصل بقى وجالنا حموضة بعد الفطار مباشرة، ممكن ناكل حاجات باردة زي الآيس كريم أو لبن بارد أو خيار أو خس، يعني خضار فيه مية كتير.
لكن لو مرتحناش وعايزين نخففها بسرعة فهناخد جافيسكون أدفانس أو مالوكس، والاتنين بيشتغلوا إنهم بيعملوا طبقة فوق الأكل وحمض المعدة عشان يعادلوه ويقللوا من الحموضة ويمنعوا الارتجاع، وهو آمن جدا حتى للحوامل والأطفال. المالوكس فيه منه أطعم وأحجام، أما الجافيسكون أقوى لكن طعمه مش حلو قوي. وممكن كمان ناخد ببساطة راني فوار، وكل دول آمنين للحوامل. طيب لو أصلا بنعاني من الحموضة لأي سبب زي ارتجاع المريء أو في التهاب معدة أو الحموضة مستمرة معانا يوميا، يبقى لازم ناخد علاج يقلل إفراز حمض المعدة. ممكن ناخد مادة الفاموتيدين زي الموجودة في الأنتودين 20 أقراص، قرص قبل الفطار وقبل السحور، هيريحونا جدا. أو نبدأ بقرص واحد وقت الفطار ونشوف النتيجة معاه هتبقى ايه. الأنتودين بيبدأ يشتغل خلال ساعة واحدة من أخده، وبيستمر مفعوله لمدة 12 ساعة. وفي كمان الأوميبرازول زي الأوميز 20 ملغ أقراص، بيتاخد مرة واحدة قبل الفطار، برضو بيشتغل خلال ساعة لكن مدته أطول من 12 ساعة، ممكن يستمر مفعوله اليوم كله. والاتنين آمنين لحد كبير، لكن لو كنتي حامل أو من كبار السن وفي مشاكل في الكبد أو الكلى أو بتاخد أدوية مستمرة عليها، فلازم تستشير طبيبك قبل ما تاخد أي علاج عشان تعرف ايه المناسب لحالتك، ولو كان بيتفاعل مع أي علاج من اللي انت بتاخده أو لأ. لو عندنا الحموضة بسبب جرثومة المعدة مثلا، فلازم ناخد علاج الجرثومة مظبوط. ما ينفعش بس ان احنا مجرد ما ناخد حاجة تقلل حموضة المعدة او حاجة تعالج الحموضة. بكده نكون عرفنا ازاي نتجنب الحموضة ونسيطر عليها ونعالجها بالطرق الطبيعية وبالأدوية. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، في نفس ميعادنا بكرة الساعة 4 مساء على راديو انطلاقة. كان معاكم دكتورة غادة عليوة. دمتم بخير وصحة. مع السلامة.